واخيرا الايفون المختلف كليا عن اي ايفون شفناه من سنين، وهو الايفون اير الجديد. اخف وارفع وافخم ايفون ابل عملته الفتره الاخيره. اول ما تمسكه تحس انك ماسك شاشه بس، اللي هي جايه بقوه 120 هرتز، السطوع بتاعها عالي جدا والالوان مظبوطه وملمس زي السيراميك ناعم وراقي. الرسائل والصور والفيديوهات كلها طالعه بمنظر انظف بكتير من الطبيعي. التصميم هنا قصه لوحده، جاي تيتانيوم لامع ما فيهوش حواف حاده، متوازن بطريقه تحسسك انك ماسك قطعه فخمه مش مجرد موبايل. بصراحه اللي يحط كفر عليه يفقد المتعه بتاعه مسكه الهاتف ده. الكاميرا الخلفيه كاميرا واحده بس السنسور بتاعها قوي جدا، بيديك صور الشرب بتاعها عالي والالوان طبيعيه والمعالجه بتاعها هاديه. السيلفي بقى بتصور لاند سبيس وانت ماسكه بالطول، ودي حركه عبقريه من ابل. صوت الموبايل جاي في سماعه واحده من فوق، اي نعم مش الاعلى لكن الصوت نظيف ومفيهوش اي تشويش. البطاريه بتاعه زي اي بطاريه ايفون، يوم يمشيك للاخر ويوم تحتاج تشحن قبل ما تنام، بس عمري ما قلقت انه يفضى فجاه. اما الموبايل جايب سوفت وير اي او اس 26 اللي لسه فيه شويه باجز بسيطه هتتعالج في التحديثات الجايه، لكن على الجهاز تحديدا بتحس ان الواجهه ماشيه مع شكله ورايقه. الخلاصه ده اول ايفون من سنين تحس انه معمول بفكره مش مجرد نسخه محسنه من اللي قبله. ولو نفسك تمسك جهاز جديد فعلا مش مجرد تحديث سنوي، فالايفون اير الجديد هو اكتر موبايل هيديلك الاحساس ده.